السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. موضوع فيديو النهاردة هيتكلم عن إزاي أو سر النجاح الحقيقي. النجاح الحقيقي مش بيجي فجأة، ولا محتاج إنك تكوني عبقرية أو عندك موهبة خارقة. النجاح الحقيقي هو نظام انت بتمشي عليه كل يوم، خطوات بتكرريها أو تصرفات بتكرريها حتى لو انت حاسة انك مضغوطة أو ما عندكيش حماس أو مش عايزة تعمليها، أو حتى حاسة ان يومك بايظ. الفكرة هنا انك مش بتعملي حاجة كبيرة مرة واحدة. الفكرة المهمة انك تستمري في أفعال أشياء صغيرة كل يوم توصلك للنجاح الحقيقي. يعني في خطوات تعمليها عشان توصلي للنجاح. أول خطوة، ركزي على اليوم النهاردة مش المستقبل، لأن أكبر خطوة أو أكبر خطأ إحنا بنعمله إن إحنا بنفكر في المستقبل زيادة عن اللزوم. يعني هحقق إيه بعد 5 سنين مثلا، أو أنا هشتغل وأحوش فلوس كام، أو أنا هوصل فين بعد كام سنة. كل الأسئلة دي بدل ما هتشجعك هتخوفك، لأن انت شايفاها كبيرة وضخمة وهدف مش واضح. لكن لما تبصي للنهاردة هتلاقي الأمور بقت بسيطة. كل يوم الصبح اسألي نفسك سؤال واحد: ايه الحاجة اللي أنا لو عملتها النهاردة هحس إن أنا راضية عن نفسي؟ واكتبها في ورقة. حاجة واحدة أو حاجتين، بس المهم ألتزم بيهم. لأن لازم تعرفي إن النجاح الكبير هو تحقيق حاجات صغيرة أو تحقيق أهداف صغيرة ورا بعضها. تاني حاجة، ابعدي شوية عن الدوشة المحيطة بيك. الإبداع مش هيطلع في الدوشة، الإبداع هيطلع في الهدوء. لازم كل يوم يكون لك ساعة في اليوم بعيد عن أي حد، عن الإنترنت، عن الموبايل. تقعدي لوحدك شوية تفكري أو تشتغلي حاجة انتي بتتقنيها، أو حتى تقعدي ساكتة. انتي في الأول هتحسي إن في ملل، وبعد كده هتبدأ الأفكار تجيلك، لأن عقلك أخيرا هيلاقي مساحة إنه يتنفس فيها بعيد عن الدوشة والضوضاء. تالت حاجة عشان توصلي للنجاح، حبي العمل اللي انتي بتعمليه. في كتير مننا بيشتغل عشان يوصل لحاجة معينة، وفي ناس تانية بتشتغل لأنها بتحب العمل اللي هي بتعمله. الأول اللي بيشتغل عشان يوصل لو اتعرض لأي عقبة في طريقه هيقف، لكن التاني اللي بيشتغل عشان بيحب العمل اللي بيعمله هيكمل مهما حصل له ومهما تعرض لصعوبات، لأن مفيش نتيجة هو مستنيها، هو مستمتع بالعمل اللي بيعمله. رابع نقطة، اتخلصي دايما من الحاجات أو من الناس أو العادات اللي بتستنزف طاقتك واللي بتضيعلك وقتك من غير فايدة. اكتبي كل اللي انت عايزة تحذفيه أو العادات اللي انت عايزة تبطليها وتدخلي مكانها عادات إيجابية، وبالتالي هتوصلي للنجاح. النقطة الخامسة، أهم حاجة الاستمرار. يعني بلاش تستني إنك تبقي متحمسة عشان تبدأي. الحماس مش هيجي الأول، انت لازم تبدأي تشتغلي وبعد كده الحماس هيجي. ولازم تعملي لنفسك نظام كل يوم يكون ثابت، نظام مرن وبسيط.
حتى لو 10 دقايق أو ربع ساعة، لأن العقل بيتبرمج بالتكرار مش بالقوة. لازم تعرفي إن الإبداع مش لحظة، والنجاح مش صدفة. النجاح مش قرار واحد، دي قرارات صغيرة كل يوم انتي بتعمليها. كل يوم تقاوم الكسل، تقاوم الإحباط، وتقاوم التشتت، وتكملي. في الآخر مش اللي بيجري هو اللي بيوصل، اللي بيوصل هو اللي ما وقفش واستمر. مش لازم تبقي أفضل واحدة، بس لازم تبقي مستمرة. لازم تبقي حاضرة كل يوم، وكل خطوة صغيرة هتاخديها حتى لو محدش شايفها هي دليل إنك لسه في الطريق الصح ومكملة، ولسه عندك فرصة توصلي لأي نجاح ولأي حاجة نفسك فيها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.